في الدوحة، فرحة مغربية في إنجاز كبير، في حدث كبير، في استضافة مميزة نعيشها في المغرب وصولا إلى المربع الذهبي. حياكم الله في المساء الرياضي. نرحب في ضيوف هذا المساء فتح المولدي، مسعود علال، صابر غراوي وبدر الدين الإدريسي. أهلا وسهلا، مبروك، حياك الله وعريس الليلة. مساء الخير زميلي بشاري، مساء الخير لأصدقائي وأحبائي، مساء الخير لكل المشاهدين والمشاهدات الكرام. هي ساعة فرح، سعادة وسعادة. هو مساء بهيج من المحيط إلى الخليج، هو مساء شاعري من العرب إلى المغرب، هو مساء الصعود للأسود على حساب الأسود. اليوم كان يوم كبير جدا في تاريخ كرة القدم الوطنية. ليس القصد أن المنتخب المغربي عبر إلى الدور نصف النهائي وأكد استحقاقه لكل المراهنات عليه كفريق ممكن أن ينافس على اللقب، ولكن لأن المغرب قطع مع عقدة طويلة المدى. انتظر المغاربة كثيرا لكي يطأروا من المنتخب الكاميروني الذي هزمنا في مناسبتين خلال نهاية كأس افريقيا الأمم، وأيضا تعادل معنا مرة. اليوم بأجمل طريقة ممكنة استحضر المغاربة روحهم الحقيقية، واستحضر أسود الأطلس أيضا أسلوبهم الجميل، ليؤكدوا لكل من ربما انتابه شك خلال المباريات الأربعة الأولى على أنه قادم إلى هذه البطولة ليرفع لقبها وتاجها ويضع النجمة الثانية على صدره. إذن المغرب كسرت وفكت العقدة بأجمل سيناريو ووصلت إلى المربع الذهبي في البطولة الأكبر في القارة السوداء هناك في المغرب، كاف توتال انرجيز 2025. دعونا نتابع معكم هذا الإعجاز والإنجاز للمنتخب المغربي. إذن إنجاز كبير ويستحقون المغرب، جعلونا فخورين سعيدين كعرب في وصول أول منتخبات العربية، وإن شاء الله يستمر هذا الإنجاز العربي لمنتخب الجزائر وكذلك منتخب مصر. فتحي، تعليقك لوصول منتخب المغرب؟ كانوا رجال، ما عرفش منين باش نبدا، ولكن الكلمة الكبيرة اللي العنوان الكبير اللي نجم نقولوه الشقاء المغاربة اليوم كانوا رجال، كانوا رجال بكل ما في المعنى من كلمة. قلت إنجاز وإعجاز مشاري. إنجاز وأنه كسر عقدة، والإعجاز الطريقة. الفريق المغربي اليوم حاجة من صدقناهاش الحقيقة، نتفرج وكأنه القوة متاع الفريق الكاميروني البدنية قناها عند الفريق المغربي. الفريق المغربي اليوم الضغط رهيب في الشوط الاول. انت القليب؟ لا، اكثر من قليب، امكانيات كبيره وكبيره جدا، امكانيات بدنيه فاجاتني. صحيح انه المغرب لحد الان انتظرنا المقابله المرجعيه، جات المقابله المرجعيه في موعد حاسم. اليوم صعيب ياسر باش تجبد اسم من وسط المجموعه، تظلم لو تجبد اسم وحيد من وسط المجموعه، لكني باش نجبد اسم اللي ما تنتظروش، ما لعبش المقابله ولكنه كان اللاعب رقم واحد. والجمهور جمهور غير عادي، الجمهور المغربي، الجمهور المغربي جمهور غير عادي. خلينا نعيش الفرحه، نعيش. هذا الإنجاز سبب هذه الفرحة بالطبع. فمش حاجة في الدنيا، في الحياة، فمش حاجة في الحياة تعمل الفرحة هذه. رينا الأرجنتين شعب كامل خرج للشارع، فما فرحة توحد شعب، وربما إذا كان فما قلوب صافية توحد العرب الكل. لو كانت القلوب صافية، ونتمناو أن القلوب صافية توحد العرب الكل، فماش فرحة، فما حتى فرحة تضاهي ما نشاهده، ما شاهدناه في الملعب، ما شاهدناه في باريس، ما شاهدناه في الدوحة، ما شاهدناه في كل أنحاء المغرب فعلا، ولا أكثر من هكا. فما فخر. أنا وقت اللي نتحدث على المغرب وشاهدنا المقابلة مع بعض، فما فخر كبير ما شاء الله. المغرب عملت مقابلة مونديالية اليوم، مقابلة مونديالية مستوى عالي جدا. تحب تفهم المقابلة؟ قل لي قداش من تصدي عملوا بونو اليوم؟ ولا تصدي. كرة مدافعين ما شاء الله، خلي حتى كرة تمر. إذن الفريق المغربي الحقيقة اليوم
كان فريق مغربي صنديد في مقابلة من حديد. وخليني أنهي بكلمة فقط ونعطي الكلمة للزملاء. إبراهيم دياز 5 مقابلات 5 أهداف. احنا في تونس ما نعرفش نقولوا 5 وخميس 5 وخميس على إبراهيم دياز بالخمسة في الخمسة 5 وخميس على إبراهيم دياز. وبعد 5 مواجهات وصلت المغرب بهذا الإنجاز، بهذا التأثير، بهذا الانتصار المميز المستحق بهدفين ولا أروع يا مسعود. أول شيء ألف مبروك لزميلنا بدر، ألف مبروك للمنتخب المغربي والجماهير المغربية. شفنا مباراة سارت تقريبا في اتجاه واحد، سيطرة تقريبا بالكامل للمغرب، لدرجة أمام المد الهجومي للمنتخب المغربي واستبساله في الدفاع خيل لي وكأن المنتخب الكاميروني لم يأتي إطلاقا، ما كانش رد فعل بعد الهدف الأول الثاني، بعكس المنتخب المغربي اللي كان أداؤه ثابت. أنا ربما قلتها للزميل في الكواليس، كانت أفضل مباراة للمنتخب المغربي من بداية البطولة، من ناحية الأداء، من ناحية رد الفعل، من ناحية الاستماتة، من ناحية الشراسة، من ناحية كل شيء. فمبروك للمنتخب المغربي مرة ثانية وحظ موفق إن شاء الله. وعاطفيا أنت يعني لكن المنطق فرض نفسه. نقول حسن الحظ، ما نقولش لي سوء الحظ، حسن الحظ المنطق. والله أنا حزين لزميلي مسعود لأنني أجلت الثأر ديالو من المنتخب الكاميروني لوقت آخر. مازال الأيام دوار إن شاء الله. أيوة، على الحديث والشيء بشيء يذكر ما زال إن شاء الله، وديما مغرب نتمنى وهو يرد عليك 1 2 3 فيفا الجيري وصابر اليوم. تعليقك خصوصا امام منتخب كوت ديفوار، لكن جاي وقت الحديث عن المباراه. خلينا في الفرحه والمغرب ومن وصل وليس لمن انتظر. وضعنا قدما عربيه في الدور نصف النهائي، وهذا هو الشيء الاجمل النهارده. حقيقه انا مش عارف من اين ابدا. كل تفصيله النهارده في المباراه كانت اكثر من رائعه، كل تفصيله جميله. تحتار تتكلم عن ايه ولا عن ايه ولا عن ايه مما قدمه المنتخب المغربي. كانت الترشيحات قبل انطلاقه البطوله كانت تضع المنتخب المغربي في صداره المرشحين بلا منافس للقب. حامت بعض الشكوك حول المنتخب المغربي عطفا على المستويات اللي حدثت في المباراه الافتتاحيه. النهارده عاد المنتخب المغربي في صداره الترشيحات مره اخرى وبشكل اقوى مما كانت عليه قبل انطلاقه البطوله، عطفا على ما قدمه من اداء. انا في رايي الشخصي اداء اسطوري. تخيل الارقام. فتحي بيقول لك انه ياسين بونو كام كوره وصلته، في ارقام كتيره جدا. انت اول ركنيه للمنتخب الكاميروني كانت بعد الدقيقه 70. في المقابل كان اول 5 ركنيات في اول ربع ساعه للمنتخب المغربي. تفاصيل كتيره بتصب في مصلحه المنتخب المغربي. قبل انطلاقه المباراه كان الكل بيقول المنتخب الكاميروني هينجح انه يجر المنتخب المغربي في المباراه بدنيه، ولا المنتخب المغربي هو اللي هينجح يجر الكاميروني في مباراه فنيه. المنتخب المغربي جر الكاميروني الفرحه في كل مكان، في المباراتين، حتى في الرباط تفوق. خلينا في الرباط. بس وعن نشاهد هذه الفرحه يجب ان نستمع لها. إذا الفرحة في كل مكان، و يعني اسمح لنا ان قاطعناك، لكن الفرحة مستحقة يعني. الفرحة النهارده مسموح لك كل شيء، وبكره كمان هيبقى مسموح لك اكثر ان شاء الله. ان شاء الله في كل عايز اقول في كل الانجازات العربية ان شاء الله. عايز اقول انه كمية الثنائيات والالتحامات النهارده اللي حسمها المنتخب المغربي لصالحه بلغة الكورة كده زي ما بنقول ركبتهم الماتش. انا اعتقد انه المنتخب الكاميروني نفسه اللعيبة دهشت في ارض الملعب على المستوى البدني الرائع اللي قدمه المنتخب المغربي. كنا متخوفين على المنتخب المغربي بدنيا من قوة المنتخب الكاميروني، لقينا الموضوع مغاير تماما ومعاكس تماما. المنتخب الكاميروني خرج بدنيا من المباراة في اول يمكن بعد شوف بدر بعد بيسجل شوف بدر قاعد يسجل في اول. خلي بالك هو ما غناش اليوم،
احنا محتاجين. لا لا. ما غناش اليوم، احنا ديت كده تحسب عليه. يمكن هي قاعد يكتب الكلمات الحين. لا على الاقل نسمع اطلب منه انت. نسمع منه على الاقل منبت الاحرار، مشرق الانوار على الاقل النهارده. يستاهلون المغرب يا بدر. يستاهلوا طبعا، يلا يستاهلون. كبيره للجمهور المغربي. الف مبروك، ومبروك لاخونا يلا بدر. ان شاء الله ان شاء الله ونسمع منه ان شاء الله. نغنيو معكم. ايش انت منبت الاحرار؟ منبت الاحرار مشرق الانوار على الاقل النهارده يعني. السعودة وحما دمت منتدى وحما. خلاص المغرب تستاهل. تستاهل المغرب كل خير. إيه. تستاهل كل خير طبعا. كلمات لا لحظة بس. لا بس انت تسجل. انا ملاحظك. انا كنت انا جاي الجمله. لا انا ملاحظك قاعد تسجل انت. انا جاي الجمله انني تخلصت من المغص وسلمته مؤقتا للزميلين مسعود وايضا لصابر. ماذا عن فتحي؟ ماذا عن فتحي؟ لا فتحي المسكين مع الكل. كان اليوم مصاب بمغص هو ايضا، يعني انا شايفه كان يرتجف اكثر مني. شاهد اللي كنت انا ربما على اعصابي اكثر من بدر. شاهد حقيقي ولا شاهد ما شافش حاجه؟ لا يضرش برشا حاجات. شفنا برشا حاجات. ما نعرفش نقول عليهم. شوف مشاري كيف اكدنا جميعا انه كانت مباراة قلب. كانت مباراة قلب بكل المقاييس. ولكي تطاوعك الأقدام لتصنع هذا الإعجاز اللي تكلم عنه فتحي، لابد أن تتكلم القلوب أولا، والقلوب في الواقع تكلمت، لأن الجرينتا اللي لعب بها المنتخب المغربي كان من الضروري أنه يجي لهذه المباراة بالذات ويخرج الأشياء الجميلة اللي تخرج عادة من رحم الشك. خلانا المنتخب المغربي في 4 مباريات نقول هل هذا هو المنتخب المغربي؟ هل يلعب بحقيقة إمكانياته؟ لكن لما جاء المباراة فاصلة، مباراة مفصلية، مباراة كان يعرف فيها أنه المنتخب الكاميروني منتخب خطير جدا، فكان يعي جيدا أنه سيلعب مباراة تكتيكية ومباراة بدنية. صدقني. وكذلك التلاحم وليد الرقراقي بعد المباراة، يعني لقطة جميلة. تعليقك على هذه اللقطة. روح العائلة هذه اللي تسيطر على الفريق الوطني. أنا أعرف الشيء اللي يمكن نغبط عليه ونهني عليه وليد الرقراقي في مقام أول، أنه من أول يوم وضع المجموعة تحت ظله، بمعنى أنه وحد بين القلوب وبين أيضا المشاعر، وجعل كل اللاعبين يلعبوا أولا للوطن وايضا للشعار اللي يحملوه على الاقمصه، ويلعبوا ايضا من اجل وليد الرقراقي. هما ايضا تحسسوا ان المدرب وليد الرقراقي كان في بين نار الانتقادات بالنظر الى رتابه المستوى احيانا، فلذلك ارادوا ان يقدموا المباراه النموذجيه، المباراه التي تعبر عنهم. المغرب قدم المباراه اللي كتقول انه كان في 80% من المستويات ديالو، زميلي فتحي قال لك مباراه موندياليه، لانه استشعر على ان الروح والاداء والسيطره على المواقف تشبه كثيرا المباريات اللي خاضها الفريق الوطني هنا في قطر. وكلامه صحيح. تحتار من الافضل في هذه المواجهات. مزراوي ام ابراهيم دياز ام اسماعيل السباري ام اشرف حكيمي الثنائيه الدفاعيه نيفا قردو. كثير هي مميزه، وكثير هم المؤثرين، يدل ان المنتخب المغربي في حضر بامكانيات وعناصره وتاثير نجومه. لا ما مشاري نظلم اي لاعب، لانك ماكش بتسمي 15 او 16 اللي نزلوا على الميدان. تظلم انسان يستحق مع الجمهور، فما انسان يستحق التنويه، يستحق نذكروه، وليد الرقراقي. صح، لانه عمل مقابله تكتيكيا رائعه جدا. صديقي مسعود قال الكاميرون ما جاتش، لا المغرب ما خلتهاش تجي. هذاك واش قلت؟ اي لا قلت كان ما جاتش معناها، لا جات ولعبت معناها وريناها. اما المغرب بك القوه وك الاندفاع وك التحضير النفساني الرهيب راهو تتفرج. يعني وليد تكتيكيا فنيا قيد الكاميرون بالطبع، قيدها، وهذاك علاش نقول جات ولكن عجزت. هذاك الكلمه عباره الاعجاز، معناها مش هكاك، معناها استعملناها بطريقه عفويه، لا اعجاز فعلا. معناها تقريبا جهز فريقه لمقابله نهائي، تقول مقابله نتاع دور نهائي، وفي نفس الوقت معناها كبل الفريق الكاميروني اللي حقيقه نتفرج وكانه الفنيات نتاع المغرب، ولكن ايضا الاندفاع البدني نتاع الكاميرون نقاه عند المغرب كما قال صابر. راهو كل الثنائيات تقريبا. هذاك علاش
صعيب ياسر باش معناها تجبد لاعب من وسط المجموعه. انا مثلا ايوب الكعبي يعمل لي 60 او 70 دقيقه روعه. الهدف الاول اللي حرر الفريق المغربي هو الصوره نتاع الاربع مقابلات السابقه. شكون الهدافين هم؟ ايوب الكعبي 3 اهداف وابراهيم دياز 4 اهداف. تمريره معناها من عند ايوب الكعبي لانه هو صاحب صناعه الهدف والترسيم من ابراهيم دياز. معناها شوف برشا ساعات كي تجي حلوه تجي مع بعضها. صح. المغرب اليوم كل التفاصيل تعرف حتى كل شيء كان رائع اليوم. فتحي من روعه اللي شفت بقول انا قلت لك في البدايه كل تفصيله في المباراه كانت جميله. الهدف بتاع سيبري لاعب ايمن سدد كرة بيسراه بهذه الدقة ومع هذا الزحام داخل منطقة الجزاء وتوصل للمكان اللي هو محتاجه في الدقة ديت وفي المكان ده حاجة يعني أداء أسطوري في تفاصيل صغيرة يعني يحسب لكل جميع أعضاء المنتخب المغربي في مباراة اليوم. إذا كذلك كسر عقدة عدم الوصول من عام 2004 اليوم تصل بعد في الرياضيات بعده 21 عام 22 دخلنا فيه في الايام. اما في الايام عندنا محامي وعندنا دكتور محاسب ايضا وعندنا جوجل وعندنا رئيس بلديه عنده الارقام قديش مولود وكل شيء. بس ندخل مسعود عنده شنو سعود؟ عنده العاطفه عنده كل شيء عنده الهدوء عنده الحضور عنده الابتسامه الجميله عنده الهدوء. ان شاء الله تحضر غدا بعد الجزائر وان شاء الله بعد تاول مصر. عطفا على وليد الركراكي اليوم حقا كلنا سعداء بما تحقق من ارقام. اولا هذا منتخب مغربي يكمل المباراه الخامسه وهو من دون هزيمه، يكمل المباراه الخامسه وليس في دفاعه الا هدف واحد، يكمل المباراه الخامسه وعنده 4 كلين شيت لياسين بونو باقل تصديات، دليل على ان المنظومه الدفاعيه في اجمل تجلياتها ما في ادنى شك. ثم ايضا هي مباراه وليد الركراكي. لماذا مباراه وليد الركراكي؟ لانه حطم فيها الكثير من الارقام القياسيه، نجح فيما عجز عنه مدربون كثر، ثم ايضا اصبح بالامانه هو اول مدرب ولاعب يبلغ نصف نهائي كأس افريقيا الامم، بلغه لاعبا سنه 2004 واليوم يصله ايضا مدربا. اذا رقم قياسي وصله كلاعب وكذلك كمدرب اليوم وليد الركراكي للمربع الذهبي في كأس افريقيا. نتابع ماذا قال بعد هذا التأهل. Félicitations pour la victoire. على هذا الفوز الليلة لعبتم بأريحية مقارنة بمباراتكم ضد منتخب تنزانيا، ما الذي تغير؟ إلى حد ما صحيح لأننا سجلنا في وقت مبكر، ولكن ضد المنتخب التنزاني لم نلعب بطريقة جيدة ووقع نقدنا بطريقة لاذعة، ولكن في كرة قدم هناك هزات في المستوى لم ندخل بطريقة جيدة ضد المنتخب التنزاني ولم نراقم. أما ضد المنتخب الكاميروني فقد أرهقناهم وفي الشوط الثاني أعطونا الثقة الكبيرة في أنفسنا. وفي هكذا مباريات يجب أن تتحكم في ردهات المباراة ويجب أن تربح كل الثنائيات. أريد أن أشكر كل اللاعبين وأشكر الجمهور الذي كان خارقا للعادة واستثنائي، وأيضا المنتخب الكاميروني أيضا ارتقى للمستويات المعلقة عليه. إذن أنا سعيد لأجل كل المغاربة لأننا لم نصل لنصف النهائي منذ 20 سنة. أن تضع اسم المغرب على الخارطة القارية شيء مهم. نبدأ فيما انتهى وليد الركراكي يا مسعود. ليس من السهل أن تضع المغرب من جديد على الخارطة وأن تنافس وأن يعيد هذا الرجل وليد تحديدا بإمكانيات نجومه بحضور الأسماء الكبيرة في أمور فنية بارزة كانت مميزة، حضرت ونجحت بتأهل منتخب بلادها بانتصار أمام عقدة بحجم منتخب الكاميرون. بالفعل قوله صحيح جدا، لأنه هو عاش هذا التجربة، عاشها يمكن كلاعب، عاشها كمدرب، عاش الضغوط، عاش الانتقادات التي لاحقته بالرغم من الإنجاز اللي حقه في مونديال قطر هنا. الانتقادات لم تتوقف حتى قبل بداية البطولة، مع بداية البطولة. رد الفعل اليوم كان جيد جدا، كان إيجابي. فأنا نظن بداية المباراة اليوم الضغوط راح ترفع على هذا المدرب، ولازم ترفع على هذا المدرب
لازم نعطيه يعني فرصة للفريق كي يتنفس ويتخلص من الضغوط التي لاحقته. اليوم كان الضغط حتى من جانب الجماهير كان ضغط إيجابي. أنا لو تعطيني تقول لي مين أفضل لاعب في المباراة نقول لك الجمهور، لأنه دعمه كان رهيب جدا. فالمدرب بالفعل أنه يقول لك يعني مش من السهل أنك تحط الفريق على هذا الطريق، ونظن أنه هذه ممكن ذكرت نقطة جدا إيجابية. الجمهور دوره كان كبير اليوم. الجمهور المغربي كان حاضرا محفزا مشجعا وداعما، وكذلك الجمهور هو الرقم 1. نسمع ماذا قالت وعبرت من أصوات مشجعة محفزة الجماهير المغربية الحاضرة في المباراة. نتابع. أصوات الجماهير واصلة هنا في استديو مساء رياضي. كيف لا تلعب من أجل هذه الجماهير؟ كيف لا تحفزك هذه الجماهير؟ كيف لا تقاتل عشان هذه الجماهير؟ كيف أن تحاول أن تسعد هذه الجماهير؟ بالطبع، والفرصة كانت مواتية جدا، لأنه المباراة هذه مرجعية. ربما المنتخب المغربي لم يختبر أمام منتخب يعني بهذا الحجم منذ فترة. اليوم كانت مباراة مرجعية أمام منتخب قوي، أمام أمة في كرة القدم، فريق حائز على 5 ألقاب في كأس أفريقيا، فمش من السهل أنك تتغلب عليه. وكما قلت يعني دور الجمهور كان كبير جدا. جميل. الفرحة في كل مكان، كانت في الرباط، في أكادير، في مراكش، نعيشها في مراكش. اليوم الفرحة حتى الصباح في المغرب. طبعا تعليقك على هذه الفرحة. طبعا لأنه وكل المدن بشكل خاص ولكل البلدان العربية بشكل عام، ونتمنى إن شاء الله أن تستمر غدا مع منتخبين عربيين في وصول مصر والجزائر. لكن هذه الفرحة ماذا تعني لبدر وهو يتابعها، وماذا تعني للجماهير والشعب المغربي وكذلك كل الحاضرين من جنسيات مختلفة عربية في هذه الفرحة؟ تعني لي شيء واحد، أنا كنت أتمنى أن أكون بينهم. بس أنت ثم أخذك. أنا قلت أخذك كلنا. المفروض الكل يقول يا وحتى يتمنى ما بيناتهم، لكن نجم يوجه لهم رسالة. ليش ما أخذنا أنا وياه؟ طبعا ليش ما رحنا أنا وياه؟ لا خلاص كنا نحكي لك. احكي لي. قلنا له باش نروح أنا وصابر ومشاري ومحمدي باش نروحوا للمغرب لمده 15 يوم على حساب. بس هو رد على ايه؟ بس هو رد على ايه؟ احقاقا للحق. مش هو عمل الحق، ماذا به يتمنى ما تفوزش المغرب. لا احقاقا للحق. لا رد عليه قال لا مش اسبوعين، شهر كامل بس المغرب. شوف وهذا لا مصداقا لما قالته السيده. شكرا على الدعوه. اجمل شكرا على الدعوه. انتم اولا ما تحتاجوا دعوه منه. الله يسلمك. لا تحتاجون، كلكم لا تحتاجون دعوه. انتم في بلدكم، هنا في بلدكم، وستذهبون هناك لبلدكم وتعرفوا، لانه اجمل جمله انا سمعتها من سيده مغربيه جميله جدا. خليني نكملها لان لابد ان توجه لها التحيه. لما سئلت عن هذه الحفاوه عندكم قالت لهم بهذه العباره ببساطه: نحن نفتح القلوب قبل الملاعب. نحن كمغاربه نفتح القلوب قبل الملعب، وهذه خصله من الخصال اللي كتواجد في كثير من دول المنطقه ولله الحمد. جميل. جابر العربي من مراكش استمرارا للفرحه مع الجماهير المغربيه. شكرا لك مشاري. هنا فرحه مغاربيه عارمه، فرحه مغربيه بهذا الفوز والتاهل لنصف النهائي. نترك الكلمه للجمهور. مبروك اليوم الفوز. احنا فرحانين بهذا الاداء هذا اللي داروا المغاربه تبارك الله. كنشجعوهم بزاف وحنا فرحانين بزاف.
بهذا الاداء ديالو. طيب الف مبروك اليوم، ماذا تقولين؟ ماذا تقولين على الفوز اليوم؟ احنا فرحانين بزاف بهاد النتائج وبهاد الفوز، وحنا جينا اون فامي باش نتفرجوا، فرحانين مع وليداتنا وكلشي فرحان، وتنهديو هاد الفوز للمغاربه كاملين والشعب المغربي كامل. مبروك الفوز اليوم، ماذا تقول؟ الحمد لله كان ماتش مزيان، وان شاء الله من هنا لقدام يكون من الاحسن والاحسن، وان شاء الله الخير في الناس والنهائي والكاس ديالنا ان شاء الله. رايك في التاهل الليله، ماذا تقول عن هذا التاهل؟ نود ان نشكر اولا المنظمين، وكانت اجواء رائعه جدا، والشكر للامن الوطني وكل من وفر لنا الامان، وكانت مباراه رائعه، وان شاء الله الكاس المغربيه ان شاء الله نتواصل مع اللقاءات. مبروك مبروك. شعورك الان؟ وزوين ديما مغرب الماتش. طيب الف مبروك. ماذا تقول عن هذا الفوز الليله والتاهل؟ اليوم احنا كلنا فرحانين فريمون، اوني تري كونتون. انا جيت من لا فرنسا باش نسيبورتي ليكيب ناسيونال. الحمد لله on a gagné, on est qualifié pour demi-finale, donc c'est ça très important, c'est 3 points, donc on espère pour gagner le prochain match inchallah. الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. شكرا الله. الف مبروك، فرحه كبيره هنا في منطقه المشجعين. عوده لك مشاري، تفضل. شكرا. جاب العربي كان معنا من مراكش وشبكة مراسلين من كل مكان من مناطق مختلفة هناك في المغرب لترصد جميع الأجواء والفرحة الاستثنائية اللي يعيشها الجماهير المغربية وكل من يعيش وحاضر حاليا في المغرب. مهدي فودي من أكادير لاستمرار هذه الفرحة، نتابع. مساء الخير لك زميلي مشاري، لضيوفك في الاستوديو ولكل مشاهدي قنوات بين سبورتس. فرحة عارمة تعيش على واقع مدينة أكادير، ونحن نتواجد في المنطقة المخصصة للمشجعين. فرحة بتأهل تاريخي لأول مرة للنصف النهائي منذ دورة 2004. الأكيد أننا سنرصد ردود الفعل. تأهل تاريخي للمنتخب المغربي، كيف تابعت مباراة اليوم؟ تأهل تاريخي، والكاس غيبقى في المغرب وديما مغرب. الثقة ستزداد بكل تأكيد بالنسبة لأسود الأطلس. هل تعتقدين بأنه حان الوقت للفوز باللقب؟ ان شاء الله الكاس سيكون افريقي باذن الله ان شاء الله، وكانت مباراه اليوم مقابله جيده بتاهل تاريخي، والحمد لله وديما مغرب ديما. الجماهير المصرية مشاري كذلك حاضرة لمساندة أسود الأطلس. أنتم حاضرون لمساندة المنتخب المغربي طبعا. وتمنون النفس بأن يحقق كذلك الفراعنة تأهل مساء الغد. بالضبط والله العظيم بنتمنى للمغرب ان هم يتأهلوا للنهائي، ونشوف نهائي ممتاز ما بين مصر والمغرب باذن الله. ان شاء الله مصر تكسب بكره وتلحق بالمغرب. بصراحه اللعيبه كانت رجاله اليوم، وبحب اشكر اهل اكادير بجد على كل حاجه بيعملوها معانا، وهم يستاهلوا بجد ان احنا نقف وراهم ونشجعهم، واللي يربح في النهائي مبروك عليه. شكرا. هذا هو لسان حال الجماهير المغربية وحتى المصرية. فرحة عارمة هنا مباشرة من أكادير. عودة إليكم في الاستوديو. شكرا. مهدي فودي كان معنا من أكادير، والفرحة العربية كانت حاضرة بعد تأهل المنتخب المغربي.